بصوا يا جماعه، انا نزلت مهرجان الفخار بالكيلو واشتريت حاجات وهم لسه شغالين، فعشان كده قلت اصور لكم. تعالوا بقى نرجع امبارح اوريكم امبارح الدنيا كان فيها ايه، وبعدين هنرجع لدلوقتي واوريكم انا اشتريت ايه. تعالوا احكي لكم اكتر عن ايه هو مهرجان الفخار وايه اللي بيعملوه فيه. مهرجان الفخار دول هم ناس مصريين بيعملوا الفخار، وانتوا عارفين طبعا ان مصر من زمان، بصوا كل اللي ورايا ده فخار، كل اللي ورايا ان احنا من زمان بنعمل الفخار ده. عشان تبقوا فاهمين، بيدخل الميكروويف، بيدخل الديش واشر، وبيدخل كمان الفرن عادي جدا، يعني مفيش مشكله ضد الحراره والكلام ده خالص. كل دي حاجات مصريين هم اللي عملوها. هم بيقعدوا فتره طويله عشان يعملوا كميات كبيره جدا ويجهزوا للمعرض اللي هم عاملينه دلوقتي، ده معرض الصيف. هم شغالين من يوم 25/7 لحد بالظبط يوم 3/8 اللي هو هيكون السبت، شغالين من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 11 بالليل في فيلا اسمها فيلا ابداع، وهتلاقوا التفاصيل كلها والعنوان كله انا كاتباه لكم موجود في الديسكربشن تحت، وازاي توصلوا عشان تعرفوا توصلوا. بس هوريكم من الحاجات اللي كنت جبتها قبل كده. انا كنت جبت، بصوا دول بتوع سلطه حلوين جدا عشان مش غويطه قوي، فده حلو قوي. لا انا عاجبني كميه اوبشنز رهيبه. بصوا دي ماما اهي وهي عماله بتنقي. اتكلم بقى، محدش يتكلم بقى. ده كده بعض من اشكال الاشكال دي، عندهم كميه اشكال المره دي خطيره والديزاين حلوه قوي متنوعه جدا. دول تحفه. انتوا عارفين دول موجودين يا جماعه في ايكيا والحاجات دي. الطقم ده غالي جدا. ده شكله تحفه حلوه قوي. المره دي بقى مهتمين قوي بالاطباق اللي هي بتاعت السلطه او الشاورما. يا جماعه معايا استاذ طارق. استاذ طارق هو اللي عامل كل المجهود ده ما شاء الله، وهو بقى هيتكلم اكتر وهو هيقول لكم كل التفاصيل بتاعه المعرض بتاع الصيف بتاعهم. الحمد لله ده المعرض السابع لمروج. المعارض اللي فاتت كلها كانت ناجحه الحمد لله. ان شاء الله ده هيبقى انجح باذن الله. باذن الله. المره دي عاملين تنوع اكبر بكتير جدا، واصلين لحد 15 او 20 طن، ومراعيين جدا ان احنا في الصيف بقى، فعاملين الوان صيفيه شويه، الازرق واللبني والحاجات دي كلها. لسه بقول لهم اصلا ان الحاجات الزرقاء دي موجوده بتاعت ايكيا. مظبوط. باسعار احنا عارفين خزعبليه. احنا عشان بنشتغل B2C على طول، ان احنا من المصنع للعميل. اوكي. فسعرنا الحمد لله كويس، والمعرض لسه ب 150 جنيه الكيلو. معرفش بقى ان شاء الله المعرض الجاي. لا خلينا في دلوقتي. محدش عارف فيه ايه بكره. بالظبط. وهو المعرض شغال ايام بقى ايه وكده؟ المعرض شغال من الخميس 25/7 للسبت 3/8 او الجمعه 2/8. اوكي. او نفاذ الكميه. تمام. اوكي. كده كده تابعوا البيج بتاعتهم على انستجرام وهتعرفوا اول باول هما بينزلوا كل حاجه. يعني المعرض من 12 الظهر لحد الساعه 10 بالليل ان شاء الله، يعني اليوم كله معاكم. اليوم كله. تعالوا في اي وقت. تعرف حضرتك ايه اقرب محطه مترو؟ الدقي هنا 10 دقايق بالظبط. محطه الدقي. اوكي، عشان دي برضو سؤال ناس دايما بتساله. محطه الدقي اقرب، وهي في فيلا اسمها فيلا ابداع. فيلا ابداع. هي سهله جدا عامه الوصول ليها، موجوده على جوجل مابس على طول، تعرفوا توصلوا لها. وهتلاقوا عامه استاذ طارق مستنيكم. انا موجود كل يوم. ان شاء الله. شكرا يا استاذ طارق. يا جماعه برضو الناس بتتكلم كل شويه ان الفخار يقول لا مش صحي والكلام ده كله، بس معانا بقى هنا هو الخبير، هو هيقول لكم الكلام ده صحيح. الفخار بتاع زمان اللي هو العسلي ده اللي كانش صحي فعلا بجد، اللي كان فيه رصاص. اوكي. بس مع التقدم ومع ان الناس بدات تميل للفخار اكتر، ومع التطور اللي بيحصل، لا خلاص الناس كلها تمام 90% 95% محدش بيستخدم الرصاص تماما في الاكل. اوكي. خاصه ان في مواد بتكشف الموضوع ده. اوكي. محدش الحمد لله بيستخدم الرصاص لان حاجه ضمير، يعني ما ينفعش وعادي سيف ان هو بيدخل الميكروويف والفرن والكلام ده كله، صح؟ عادي جدا مفيش مشكله، بس ما بيتحطش على النار. ما يفضلش. عايز تحطه على النار حط شياطه. اوكي. برضو دي نصيحه حلوه، بس مينلي هو الفرن والديش واشر عادي والميكروويف تمام مفيش مشكله خالص. بس ماما هي دي هي زهقت مني بصراحه عشان بقالي كتير قوي. هقول لكم حاجه، انا جيت قبل كده واشتريت حاجات قبل كده، لو انتم متابعيني في كل حته ثانيه هتعرفوا. الفكره كلها ان دايما لما بشتري ان انتم تركزوا عشان تشوفوا ان كل حاجه ما يكونش مثلا فيها ديفو، وتركزوا وتعرفوا تختاروا حاجات وبتاع. ودي حاجات الشوربه. دي المجة اهي. معايا ماما هي خبيرة المطبخ. لو حاسه ان هي هتنفع اوكي هاتيها، يعني فاهماني؟ لو حاسه ان هو مش انا رايي فيه، بصي فيه
بولاك تانية اللي هو الطبق الغويط شويه، ده لطيف اكتر. اللي هو الطبق لا ما شفناهوش بصي. حتى في التاني قبل كده، اللي هو فاهمه آه. زي بتوعنا الزرد صح؟ بصي دول ايوه انا شايفه ان دول احسن من البولات. بصوا دلوقتي دي في حاجات برضو بوريكم كده من قريب شويه. الحلل دي انا مش عارفه ماما، هي الحله دي ماما بصي كده، الحله دي بيتعمل فيها ايه؟ مش عارفه، انا بقول لك هي شبه اللبانه. مش عارفه، طويله كده. مش عارفه. وفي فازات، ودي كل المجات. صورتها. فازات برضو كله بقى هنا. الاطباق صورتها. الفازات التانية مجات برضو تاني. انا على فكره بحضر الشنطه دي. برضو في مجات لذيذة قوي. اللون ده عاجبني جدا عشان ده نفس الست بتاع ايكيا. دي حاجة ماما. ماشي حطيها بقى على الميزان عشان فاهمة. ده بيها ايه؟ ده كمان ده. بصي بقى الاطباق. هالي ده ملوش لازمه بقى. ده صغنن. الاتنين دول حلوين. هاخد دول بس. خلاص ودول كمان. ماشي. ده 1035 برضه عشان يعتبروا دول 7 كيلو. بص برضو من ألذ الحاجات هو ان هما بيغلفوا الحاجة. شايفين ده وهما بيعملوها. امبارح كان يوم طويل قوي، فانا لسه صاحية تاني يوم. صحيت بدري عشان الحق اصور لكم. هوريكم دلوقتي ليه عشان تفهموا قصدي. عشان الشمس دي الحقها. بصوا الشمس بتدخل عندي في الاوضه كده هنا وشويه وبتلاقوها مش موجوده، فعشان الحق اصور لكم ايه الحاجات اللي انا اشتريتها. هوريكم الحاجات اللي اشتريتها هنا، بس الاول هصور فيديو الانستجرام وللتيك توك في كل حاجه اشتريتها، وبعدين اوريكم بقى لليوتيوب ونتكلم مع بعض شويه. دي الحاجات بتاعت ماما. بصوا هي جابت البوله دي وطبق. بصوا حاجات ماما مينلي كلها اللي هو سيرفيسات كبيره للسفره. وده طبق برضو تاني. بصوا يا جماعه حاجات مطربه، وده الشبشب بتاعي مالكوش دعوه، هي الحاجات بس مطربه عشان انا لسه ما نضفتهاش خالص. وده طبق سيرفيس برضو كنت جايبه دي شايفين عشان انضفها، بس هوريكم حتى لما كل ده تراب وده يتغسل عامه بقى. طبق سيرفيس تاني برضو، وده لونه جراي كده شويه، مش عارفه لو باين في الاضاءه برضو متورب بس شويه، بس مش مشكله. دي مش حاجتي، دي حاجه ماما. حاجات ماما دي كانت تقريبا كلها في حدود 7 كيلو، والكيلو زي ما قلت لكم 150 جنيه، فاضربوا 7 في 150 جنيه تقريبا كانوا 1000 وشويه. مش فاكره بالظبط الرقم، بس كانوا تقريبا حساب ماما كان 1000 وشويه. اللي انا عملته المره دي هو ان انا كان نفسي اجيب اطقم او ساتس تكون نفس اللون، واتبسطت جدا لما لقيت الموضوع ده كان موجود هناك، عشان كتير كنت بروح والاقي مثلا طبق واحد من مثلا اللون الازرق او طبقين من الاخضر، فلا انا مش عايزه اميكس اند ماتش، انا عايزه اجيب طقم على بعضه كاني شارياهم مع بعض. وده بجد كان موجود المره دي، واتبسطت جدا من الحته دي. فتعالوا هوريكم ايه الحاجات اللي انا جبتها بنفس اللون. اول حاجه ده طبق تقديم، هو كبير جدا يعني. بصوا دي ايدي، فلا هو كبير، بيتحط على السفره وبيتقدم فيه الحاجه. وهنا 3 بولات شوربه نفس اللون، او برضو ممكن يتحط فيها سلطة برضو مثلا على السفرة او حاجة. ودول عجبني جدا، حاسهم جداد، شكلهم شوية شبه القلب، وهم 3 احجام في بعض كده، شايفين برضو نفس اللون. واخر حاجة هي الاطباق الاساسية بتاعة الاكل. انا كنت جايبة من كل حاجة 3، ما كنتش عايزة اكتر من كده الصراحة. تقريبا الحاجة بتاعتي دي كانت حوالي 8 كيلو، دفعت فيها تقريبا 1200، ده بالتقريب يعني مش بالظبط. ال3 اطباق دول اللي هما نفس اللون، ال3 اطباق دول بقى مع ال3 دول مع الطبق الكبير ده مع ال3 بولات، ده اللي انا بقول لكم ان هو كان حوالي 8 كيلو.